اسمي ولاء عادل، اخصائيه تحليل طبيه. طبعا هي حاجه غريبه جدا ان انا شغلي هو التطريز بشرايط الستان والخيوط، بس ده مجال انا حبيته جدا واكتشفته بالصدفه على الانترنت، وما كنتش عارفه ايه هو التطريز بالشرايط، بس جذبني قوي ان هو فن بارز، يعني اللوحات كلها بارزه 3D. فحابه ان انا اعرفكم على الفن ده وان شاء الله يعجبكم، لان هو فعلا مميز جدا ومعروف جدا في روسيا. على فكره يمكن اشطر ناس بيشتغلوه في روسيا، لانه يعتبر من التقاليد بتاعتهم، مش منتشر قوي في مصر. والخامات بتاعته الحمد لله اسعارها كويسه جدا ومتوفره جدا. طبعا الخامه الاساسيه عندنا هي شرايط الستان. بجيب الشرايط اللي هي الوش واحد، ما بجيبش الوشين، لان الوشين بتبقى سميكه شويه. وطبعا زي ما انتم شايفين عندنا حاجات سميكه وحاجات رفيعه، كل المقاسات. انا اخترت لكم النهارده حاجه بسيطه جدا، ان شاء الله هتفيدكم وان شاء الله هتعملوا بيها حاجات حلوه. وحبيت او انا اخترتها تحديدا دي عشان تقدروا تشوفوها كلها كامله قدام الكاميرا، بعدت عن الحاجات المعقده، وهناخدها واحده واحده مع بعض ان شاء الله. مبدئيا انا الشريط اللي معايا ده عرضه 2 سم، ودايما بقص شريطي بالشكل ده، لان الشكل ده بيمنع ان الخيوط تطلع بسرعه وان هو ينسل. الابره بتاعتي بجيب ابره تنجيد العاديه، ما تحاولوش تدوروا على الابر اللي هي المعروفه بتاعه التطريز بالشرايط اللي هي فتحه كبيره وسمي، مش هتلاقوها، ودي حلوه جدا وعمليه، اسمها ابر تنجيد. تمام، زي ما وريتكم احنا قصينا الشريط بالشكل ده، هندخله كده. دي طريقه لضمه الشريط عشان ما يفكش مني. بعد كده الجزء ده هدخله هنا كده. انا كده الشريط ثبت معايا، هقص طرفه وبربطه عادي كاني شغاله بخيط. بالنسبه للناس المبتدئين هيعملوا خطوط عشان يمشوا عليها، بس بالنسبه للمحترفين مش محتاجين نعمل خطوط زي شغل الخيوط. مبدئيا انا هيبقى ده سنتر الورده بتاعتي، وده كده مكان الاوراق، دي الساق بتاعتي، وهنعمل لها ورقه كده وورقه كده. طبعا دي تعتبر وحده واحده، وممكن نعمل كذا ورده كذا ساق، ورق كتير، ممكن نلغي السيقان زي ما احنا عاوزين. انا اخترت اللون ده، هبدأ من هنا او من هنا. دايما بفرد شريطي، لان عدلة الشريط عليها عامل كبير جدا ان الغرزة بتاعتي تطلع حلوة ومظبوطة. انا ما عملتش اي حاجة غير ان انا دخلت بالشريط من هنا لهنا. هرجع نفس تاني بنفس الطريقة. طبعا انا ايدي هنا عشان ده ما يتشدش مني، لان الشريط متصل. اي قماش انا حابه اشتغل عليه بشتغل عليه، اهم حاجه اراعي ان هو لو لكرة انا هعمل ايه، ولو شفاف انا هعمل ايه، وهكذا. انا كده عملت الورده مجرد 5 سرجات. هعمل لها بقى السنتر بتاعها. السنتر بتاعها بقى غرزه انا بحبها جدا، وهي عمليه جدا لانها بتدخل الغساله، ودي حاجه حلوه جدا بالنسبه لاي هاند ميد في الدنيا انك تدخليه الغساله. الغرزه زي ما قلنا اسمها العقده الفرنسيه. حابه اعمل سنتر الورده في الاول براحتي، حابه اعمله في الاخر براحتي، بس اراعي ان الشرايط ما تدخلش في بعض، لان طبعا بما ان الشريط سميك شويه فبتلاقي الدنيا اتلعبكت. هلف لفه 2 على حسب ما انا عاوزه السمك بتاعها، وهدخل جنبها بالظبط. انا كده عملت الورده وعملت السنتر بتاعها. اعمل لها الساق، هختار اللون ده. بالنسبه للساق هي بتبقى خط مستقيم، فمش مشكله ابدا من هنا ولا ابدا من هنا، بس انا عاده بحب ابدا من المكان الفاضي، ما بحبش ابدا من الزحمه.
هنا بقى بما ان انا عملت الورده وانا داخله بالابره، هراعي ان انا ما دخلتش في حاجه هنا، لان انا لو دخلت في حاجه هنا وانا بشد هبوظ كل شغلي. دايما عيني تبقى هنا وهنا. لو انتم ملاحظين انا ما شلتش ايدي من هنا عشان ما افكش البرم اللي انا عملته. هعمل بقى الورق بتاعها، ودي غرزه اسمها غرزه ورقه الشجر، غرزه جميله جدا. بعد ما خلصت الشغل بالشريط الاخضر، طبعا هقلب طرتي، هقص الشريط وهربطه ربطه عاديه جدا زي كاني بتعامل بالخيط. هبدا بقى الفق الساق بتاعتي. طبعا انا كان ممكن الفقها من الاول عادي. اللف برضه عمليه بسيطه جدا. مبدئيا لو انا رسمه خط، هطلع بالابره بتاعتي من على الخط وهلقط الساق بالابره كده، وهنزل في نفس النقطه اللي انا طلعت منها. كتير رغم ان انا شغاله بقالي فتره ممكن ابقى شديت الشريط واكتشف ان انا ما شديتهوش بشكل كافي. عادي جدا هلمه بالخيط بحيث ان هو ما يردش للناحيه التانيه. دي ورده كده حابه انا اعمل لها البرعم، واحط معاها زي تطعيمه كده من ورد مختلف. هعمل البرعم ازاي؟ بطريقه ظريفه جدا ولطيفه جدا، وهقول لكم غرزه جديده كمان اسمها غرزه المارجريت. هحدد مثلا ان انا عايزه البرعم بتاعي هنا بالشكل ده. هطلع من المكان اللي انا محدده قاعده البرعم. طبعا في غرز كتير ممكن نعمل بيها البرعم كده، وهدخل جنبها بالظبط. شريطي ما فيهوش اي برم ولا اي كلكعه كده. هطلع من النص بقى بالابره، هرجع كده بحب ابرم الشريط هنا برمه لطيفه، وانت ممكن تدخلي على طول لو حابه. دخلت بره كاني عملت حلقتين، حلقه كبيره ماسكاها حلقه صغيره. كده انا عملت البرعم بتاعي. اكتر حاجه بقى هتظهر لي البرعم ده هو الكاس. لما بعمل الكاس براعي ان انا جايبه شريط رفيع من نفس درجه الشريط العريض، لان طبعا الكاس يعتبر كانه امتداد للساق، فما ينفعش ده يكون لون وده يكون لون. طيب للاسف ساعات لما بتنزلي تشتري مش هتلاقي نفس الدرجه، على الاقل استقربي درجه، على الاقل تكون درجه قريبه. الفروقات البسيطه في الالوان هتبقى كانها مقصوده، انما الفروقات الكبيره مش هتبقى حلوه. قصيت الشريط وهنقضمه. الكاس بتاعي ببداه من تحت البرعم بالظبط، يكاد يكون من نفس النقطه اللي انا اشتغلت فيها، وهعمله بغرزه ورقه الشجر. بعد كده هربط شريطي تاني وهبدأ أعمل ساق زي اللي أنا عملتها من شوية بالظبط. التطعيم اللي انا هعمله اخترت غرزه اسمها الفيذر ستيتش او غرزه الريشه،
من الغرز اللي انا بحبها طريقتها. انا دخلت قصاد نفس النقطة، طلعت كده. على فكرة انا ممكن اشتغل بفتلة او فتلتين على حسب انا عاوزة السمك ايه، وممكن اشتغل باي نوع من انواع الخيوط، طالما الخيط دخل في الابرة ولونه مناسب وهيمشي مع القماش بتاعي اشتغل بيه. انا كده عملت غرزة الريشة الفيزر ستيتش وكملتها بغرزة المكنة او الباك ستيتش. على راسها بقى هعمل عقدة فرنسية زي اللي انا عملتها هنا، هتدي شكل تحفة جدا بلون يبقى جميل مع اللون النبيتي. في النهاية أتمنى إن انتوا تكونوا عرفتوا معلومة مفيدة وتعلمتوا عن فن جديد، ويكون شرح واضح ليكم إن شاء الله.